السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان ايه هي يا دكتور اعراض التهاب عضلات الرقبه. اعراض التهاب عضلات الرقبه اربع حاجات. اول حاجه الم بيبدا يزيد. الالم ده بسبب ايه؟ تثبيت الراس على وضعيه معينه، زي الناس اللي سايق العربيات، زي الناس اللي قاعده على الكمبيوتر فترات زمنيه طويله، بيبقى مثبت راسه في وضعيه واحده، فده بيعمل ايه؟ الام في الرقبه على طول. تاني حاجه تشنج العضلات وتقلصها، تبص تلاقي العضلات بتتشنج جامد كده، وتبدا ممكن ايه، عايز اقول لك تبقى في وضعيه الانقباض دايما وكده، تتقلص. طيب تالت حاجه تاني ايه من الحاجات اللي هي الاعراض ده؟ صداع. تبدا تبص تلاقي عندك صداع، ما تبقاش عارف تقول طب هو ده من الرقبه، طب هو ده مش عارف من ايه، مش عارف كذا. رابع حاجه والاخيره عدم القدره على تحريك الراس. تبص تلاقي نفسك كل ما تيجي تحرك راسك كأن خلاص عضلات وش او عضلات رقبتك اتبرمجت على وضعيه معينه، هي عامله كده على طول، او في وضعيه معينه عامله. اول ما تبدا تحرك لاتجاهات تانية تبص تلاقي رقبتك بدات توجعك. بس دي كانت ايه؟ الاعراض. لو عايزين نتكلم عن اي مواضيع مفيش كسوف ولا حرج، اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.